والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخطر ما يصاب به الإنسان في هذه الحياة أن يغفل عن عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فحينما تحدث الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة أو عن الساعة، تحدث الله سبحانه وتعالى عن قربها، لم يقل ذلك اليوم البعيد، وإنما قال ربنا جل جلاله: اقترب للناس حسابهم. ولذلك في موضع آخر من كتاب الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أيضا لم يقل لذلك اليوم البعيد الطويل، وإنما قال ربنا جل جلاله: ولتنظر نفس ما قدمت لغد إن يوم القيامة قريب إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وللأسف مع قرب يوم القيامة ومع قرب الشدائد والأهوال التي حدثنا عنها ربنا تبارك وتعالى، مع قرب يوم الحساب كما قال ربنا جل جلاله: فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. مع كل ذلك يا أحبابنا الكرام، والناس في غفلة عن ذلك اليوم. الناس في غفلة، هكذا قال ربنا جل جلاله: وهم في غفلة معرضون. فلم يكن عند الإنسان استعداد للقبر، فالسعادة في القبر مرتبطة بصالح العمل. كيف يا مسلم تريد أن تسعد وأن تهنأ في قبرك وأنت غير مجهز نفسك لقبرك؟ لماذا يغفل ويشرد الإنسان عن الوقوف بين يدي ربنا تبارك وتعالى؟ ستحاسب وستقف أمام الله تبارك وتعالى، هنالك الصراط والميزان، كما قال ربنا عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. السؤال أحبابنا الكرام: لماذا يغفل هذا الإنسان مع قراءته للقرآن وقراءته وسماعه بأحاديث المصطفى صلوات الله عليه، ومع يقينه بالموت؟ الآن أي إنسان توجه إليه السؤال وتقول له: هل أنت مخلد في الدنيا؟ ماذا سيقول لك؟ لا. كيف أخلد في الدنيا بعد قول الله تبارك وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذن أيها الإنسان، إذن أنت موقن بالموت وأنت موقن بلقاء الله تبارك وتعالى، فلماذا الغفلة؟ الغفلة لها أسباب. من أهم أسباب الغفلة يا أخوان الكرام: عندنا دنيا وآخرة. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. عندنا دنيا وآخرة صلى الله عليه وسلم. الدنيا والآخرة ضرتان. الدنيا والآخرة ضرتان. من أحب الآخرة وها
قلة وهم الصالحون يعني من المجتمع، الصالحون من عباد الله عز وجل وهم قلة، من أحبوا الآخرة سيزهدون في هذه الحياة الدنيا، سواء جاع أو عطش أو من كان عنده بيت أم لم يكن عنده بيت، عنده مال أم لم يكن عنده مال، هذا متوجه إلى الآخرة، وبالتالي هذا هو المشروع السليم والصحيح. معظم الناس أحبوا الدنيا فأضروا بآخرتهم، ولذلك جاء في الحديث من أحب دنياه أضر بآخرته. هذا الحب ليس حبا طبيعيا، يعني أن يعمل الإنسان ومن حقه أن يعمل من أجل أن يستعين على الحياة، لا، هذا الحب أنساه طاعة الله عز وجل، وهذا الحب للدنيا جعله يترك الصلاة، وهذا الحب للدنيا جعله يأكل الحرام. إذن هذا الحب المذموم الذي يحول بينك وبين طاعة الله عز وجل، هؤلاء الذين تعلقوا بالحياة الدنيا ونسوا الآخرة، كان الله سبحانه وتعالى دائما يبين لهم خطأهم حينما قال ربنا جل جلاله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه الدنيا فانية، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذه الدنيا فانية. فكيف أيها المسلم تتعلق بهذه الحياة الفانية الدنيا؟ وكيف أيها المسلم تسمح للحياة الدنيا أن تجعلك عاصيا؟ وكيف أيها الإنسان المسلم تسمح للحياة الدنيا بأن تجعلك تترك العبادة وتأكل الحرام؟ كيف؟ هذه هي الغفلة، وهذا هو سبب من أسباب الغفلة، أن يتعلق الإنسان بالحياة الدنيا وينسى الواجبات التي أوجبها الله عليه. يرحم الله القائل: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. يا ابن آدم، مهما عشقت الحياة الدنيا ومهما جمعت من أموال ستبقى في الدنيا، والله لن تأخذ من هذه الحياة الدنيا سوى ما قدمته من عمل صالح. الآن حينما يموت الإنسان، هل يسمح لنا الورثة بأن نضع تحت رأسه الدولارات في القبر؟ لا، ليس مسموحا ذلك. ما يسمح للمسلمين به أن يغسلوا هذا الميت وأن يكفنوا هذا الميت وأن يصلوا على هذا الميت وأن يدفنوه في قبره. ما عدا ذلك ممنوع لأحد أن يمد يده على المال. هذا المال انتقل من المرحوم إلى الورثة، وهذا أمر طبيعي، أمر شرعي، هذا أمر الله عز وجل. إذا تتعب وتنسى الله سبحانه وتعالى وتنسى العبادة والصلاة من أجل مال سيفرق الموت بينك وبينهم ولن تستفيد منه شيئا. ولذلك حبيبنا محمد صلوات حاورنا وناقشنا على طريق أو عن طريق السؤال حينما قرأ النبي المصطفى صلوات الله ذات يوم أمام أصحابه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يا ريت ابن آدم يعني ينتهي 10 سنين من التكاثر يا أخي، 15 سنة كان بمجال يعني آخر الحياة يصلح وضعه، ولكن مصر على التكاثر حتى يموت، لا يستسلم، لا يرضى بأن ينزع من يده أو من قلبه حب الدنيا حتى آخر لحظة، حتى آخر نفس. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثم قال نبينا صلوات الله عليه: يقول ابن آدم مالي مالي. الآن كل إنسان يقول هذه أرضي وهذه سيارتي، يقول ابن آدم مالي مالي.
ثم سألنا حبيبنا محمد صلوات الله عليه سؤالا على سبيل الإقناع: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟ ما عدا ذلك لن يستفيد الإنسان من هذا المال شيئا، إما ما أكل منه. بعض الأغنياء حتى بخلاء ما يفعلوا يأكل، يعني مش ما ينقص هذا المال، حارم نفسه يا أحباب الكرام. بعض الأغنياء حارم نفسه من اللحوم والفواكه، من التغذية، من شدة حب المال يحرم نفسه هو أن يتمتع بالمال. فكر، ستترك هذا المال للورثة من بعدك، لماذا لا تتنعم بهذا المال؟ عجيب أمر الإنسان. إذن يستفيد الإنسان من ماله ما أكل أو لبس أو تصدق في سبيل الله، وما عدا ذلك المال متروك وهو مقبور. هذا الإنسان مقبور والمال متروك. ولذلك يا أحبابنا الكرام، من أسباب الغفلة والبعد عن الله عز وجل الانشغال بالحياة الدنيا وزخارفها. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وبعدما عدد الله عز وجل هذه الأمور قال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. انشغلوا بالنساء عن طاعة الله، وانشغلوا بالبنين عن طاعة الله عز وجل، وانشغلوا بالإبل والبقر والغنم والسيارات عن طاعة الله عز وجل، انشغلوا بالزرع والتجارة عن طاعة الله عز وجل. وربنا تبارك وتعالى يخاطبنا جميعا ويقول لنا: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ومن أسباب الغفلة يا إخواني نسيان الموت. هذه النفس تهدد بالموت لأنها لا تحبه. سيدة عائشة قالت: يا رسول الله كلنا نكره الموت، كلنا نكره الموت. حينما قال لها في الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت له: يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال: ليس عن هذا يا عائشة أتكلم، وإنما يتكلم عند النزع، ليس في الحالة العادية. في الحالة العادية النفس البشرية لا تحب الموت، وإنما عند النزع يا أحبابنا الكرام المؤمن يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، والكافر والمنافق يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. ولذلك حبيبنا محمد صلوات الله عليه سمعوه يقول في مرض موته: بل الرفيق الأعلى أريد الله عز وجل. إذن الصالحون والأتقياء عند النزع يريدون لقاء الله عز وجل. هذه النفس من أسباب غفلتها أنها نسيت الموت. النبي المصطفى صلوات الله عليه قال: أكثروا من ذكر هادم لذات الموت، أكثروا من ذكر هادم لذات الموت. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه اتخذ خاتما وكتب أو ونقش على هذا الخاتم: كفى بالموت واعظا يا عمر، كفى بالموت واعظا يا عمر. فأنت ينبغي أن يكون عندك ذكر دائم للموت في الليل والنهار، تذكر الأموات كيف كانوا في الحياة الدنيا حسانا، يلبسون الثياب ويركبون أفخر المراكب، وإذا بهم أصبحوا عظاما نخرة، وتستخلص بأنك في يوم من الأيام أنت ستكون عظاما نخرة. هذا التفكير بالموت وهذا التفكير بالقبر ولقاء الله عز وجل ينقل الإنسان من الغفلة ويوجه الإنسان إلى طاعة الله عز وجل. الآن الناس منغمسة بالملذات والشهوات والمباحات والمحرمات، يعني أحيانا تلتهي الناس بالمباحات، هم الأكل والشرب المباح يا أخي، وأحيانا منهم من يعصي الله عز وجل ولا يذكر لهم الموت ولا يذكرون الموت.
ولذلك حينما قال حبيبنا محمد صلوات الله عليه أصحابه: استحيوا من الله حق الحياء، قالوا: يا رسول الله إنا لنستحي من الله حق الحياء. الآن أي إنسان يقول لك أنا أحسن إنسان طاعة، ما يفعل التاجر يقول لك أنا عندي شوية معاصي أنا أحسن واحد، تراجع توب إلى الله، لا أنا ما عندي أخطاء أنا أحسن واحد. إيش شايف علي؟ إنا لنستحي من الله حق الحياء. فقال لهم حبيبنا صلوات الله عليه: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، بصر، سمع، لسان، فكر. يجب أن تحفظ هذه الأمور، هذا من الحياء، أن تستحي من الله عز وجل حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى. لا تأكل مالا حراما، هذا البطن حرام تنزل عليه حرام، هذا البطن حرام عليك تنزل عليه مال حرام. ليش؟ لماذا؟ إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لا تجعل هذا الجسم ينبت من حرام. وأيضا احفظ فرجك لا تزني. النبي صلوات الله قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه، من يحفظ اللسان والفرج قل تضمنت له بالجنة، وهذه كفالة محمدية، وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. الذي يحفظ لسانه ويحفظ فرجه يتكفل ويضمن، والنبي زعيم كفيل، يكفل ويضمن لك الجنة إذا حفظت هذين العضوين. إذا من حق الحياء أن تحفظ البطن وما حوى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وليذكر الموت والبلى. إذا كنا نستحي من الله علينا أن نذكر الموت، أن نذكر البلى. هذا الإنسان بعد ما كان قوي، يعني إذا واحد بده يحكي معه يضربه كف ممكن يطرش له أذنه قبضان. حينما يموت بعد سنوات بالقبر، هذه اليد التي كانت جبارة وظالمة ضعها بين أصبعين تصبح لا شيء. أين كبرياؤك يا ابن آدم؟ أين التكبر؟ أين الغطرسة؟ أصبحت لا شيء، عظام. متى ما شمت الهواء هذا العظام تحولت إلى رماد. هذه اليد التي كنت تبطش بها الناس وتضرب بها الناس، فكر بالموت. هذا الرأس الذي كنت كذب وغيبة ونميمة ونظر إلى ما حرم الله وسمع إلى ما حرم الله، تصبح جمجمة، يعني مرعبة. إذا الأطفال شافوها يخافونها، مرعبة. لم يبقى عليها شعر ولا جلد ولا لحم، وإنما عظم مرعب. الأطفال والله لو رأوها ممكن يهربوا منها. هذا الذي كان يظلم ويتغطرس ويتكبر في الحياة الدنيا، هذه الرجل التي كنت تمشي بها إلى أماكن الحرام أصبحت لا شيء، ممددة في القبر، لا شيء. فكر، هذا من يفكر بالموت والبناء. وهذا التفكير ينتج عنه تصحيح العلاقة فيما بينك وبين الله. الله 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 الله. إنقاذ لهذه النفس من الغفلة. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، ولم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل. اصبر على أهوالها، لا موت إلا بالأجل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أحد العلماء اسمه الإمام السبكي زار عالما مريضا فسأله وقال له، اسمه برهان الدين هذا المريض: ماذا يقول النعش؟ التابوت ماذا يقول؟ قال له: يقول انظر إلي بعقلك. كم مرة ننظر إلى التابوت ولا نخشع وهو سيحملنا إلى المقبرة جميعا؟ يقول التابوت والنعش لكل واحد منا: انظر إلي بعقلك، أنا المعد لنقلك. بس ما تنسى شيء، يقولوا جيبوا المغتسل والتابوت، أليس كذلك؟ هاتوا المغتسل والتابوت. انظر إلي بعقلك، أنا المعد لنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. وكل إنسان على وجه الأرض حينما يموت سينقل بهذا التابوت إلى المقبرة. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. إذا لماذا نغفل؟ لأننا غفلنا عن الموت فغفلنا عن الله سبحانه وتعالى. لقد كنت في غفلة من هذا، هكذا قال الله عز وجل.
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللهم يا رب تب علينا وارحمنا، اللهم آمين. إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، آمين. ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، آمين. وآمن خوفنا يوم العرض عليك. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات، آمين. المسلمين والمسلمات، آمين. الأحياء منهم والأموات، آمين. إنك يا ربنا سميع قريب مجيب للدعوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.